مباراة بيراميدز وفلامينكو في كأس التحدي. قبل بس ما اتكلم في الماتش والفنيات انا يعني في جونين. انا يعني صوتي اتنبح في فيديوهات كتير ومن سنتين، وانا بقول دايما ان احنا عندنا مشكلة في الدفاع في الكرات الثابتة، سواء بقى كانت فاولات او كورنر. يعني احنا قلنا 100 مرة المدافعين، في ناس بتبقى عينيها على الكورة وفي ناس بتبقى عينيها على اللعيبة اللي جوه الصندوق اللي جوه ال 18. من الواضح ان احنا عندنا مشكله في الحته دي من سنتين، من بدايه من المنتخب الاول، المحليين، منتخب الهنود، الاهلي، الزمالك، بيراميدز، الفرق اللي بتلعب في بطولات بره مصر. الحته دي عندنا مشكله فيها، يعني تحس ان احنا محتاجين عمليه جراحيه وعايزه استئصال عشان نخلص. الدفاع في الكرات الثابته معرفش فيه ايه عندنا. في مشكله، في مشكله وملهاش علاج، يعني هي شكلها كده مكمله معانا كمان 5 6 سنين كمان. خش بقى في الفنيات كده واحده واحده. اول حاجه، فيستون مايلي، المهاجم فرصه. المهاجم فرصه، انت ممكن تقعد 90 دقيقه تجيلك كره واحده بس، ما خلصتهاش يبقى انت مالكش لازمه، ده انت انفراد. خلاص يعني ايه مشكلتك؟ كره زي دي كانت طلعتك الشوط الاول 1-1 ونشوف هنعمل ايه بعد كده. المهاجم فرصه، دي اول حاجه. تاني حاجه، المدرب بتاع فلامينكو، يعني في مدربين اهو الحمد لله بتتفرج على الفرق اللي تلعبها، بتذاكرها، بتشوفها الاول قبل ما تلعبها. الحمد لله يعني موجودين وعايشين اهم. الراجل واضح ان هو مذاكر الفرقه، بص عليها وشافها كويس قوي، قافل على الباكات قافله من اول الماتش وعامل ضغط متقدم. يعني عامل ضغط قدام بيراميدز يجي يطلع بالكره من تحت ما يعرفش، يضطر يرجع للكره الطوليه ومش مظبوطه. تعالى بقى على العكس الناحيه التانيه، انت شويه تضغط وشويه لا، والوقت اللي انت بتضغط فيه انت مش عارف تضغط، هو كده كده في الحالتين بيطلع بالكرة وبيعمل اللي هو عايزه. وانا من عشاق الفرق اللي هي الامريكا الجنوبيه بصراحه، يعني سواء كان فلامينكو او بوكا جونيور او بالميراس، الفرق دي بتلعب كرة حديثه، كرة منظمه، ما بيعتمدوش على الاسامي قوي، لكن في تنظيم جامد قوي، في طلوع بالكرة محترم يدرس.